ده انت هتسمع منه العجب النهارده. يا عمده يا عمده ارجوك. يا مولانا يا مولانا، انا جاي مخصوص عشان اعرفك، ولما هسمع خطبتك هعرفك اكتر. اتفضل بينا اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل. الحق سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجبوا أصحاب الحيل. يا سلام. قول. يا رب يوفق ويولي مصر من يصلح ويبارك في عمله ووقفوا جنبه للي جاي ان كان حد ربنا سبحانه وتعالى اراد له كده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك ده عطاء الهي، مش لا حد بياخده من حد ولا حد بيديه لحد. سلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه متى تقوم ساعة، قال له عندما تضيع الأمانة. قال له متى تضيع الأمانة؟ عندما يعني مش كده يعطى الأمر المرء الغير أهله. قول يا ستموني قول. بسم الله. اسمع مني الحته دي بقى. النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له إن زوجي حلف يمين معين، فهو قال لها يعني أنا لا أرى لك شيء، فكانت هو بيشيح بوجهه عنها وهي تجيله من كل اتجاه. أنا بقول بس الكل من بيسمعني، هو يقول ما عنديش ليكي حاجة وهي تروح جايه له من اتجاه، مش كده ولا ايه؟ الناس بتوع يشيح بوجهه عنها لان هو ما عندوش في الحكم من وجهه نظر ساعتها، فيشيح بوجهه عنها وهي تجيله من كل حته وتقول له يعني ان هي لو يعني. انت بتقول ايه يا عم انت؟ وفي آية في القرآن بيقولها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان يعني ايه؟ ففهمناها سليمان. مولانا كله علم، ربنا اتاه من علمه كتير. قول له يا مولانا يمكن منك تستفيد. ففهمناها سليمان. بسم الله. اسمع مني الحته دي بقى. كتير من الناس بيقولوا ان في كتير من الشباب الحدوا، يعني ما خرجوش من الاسلام. ربنا بيقول لنا عايزين تشوفوا الملائكه صحيح؟ طب انا هخلي الملائكه معاكم. فممكن نوجه التحيه للملائكه كلهم. انت بتهزر يا ابني، انت متخلف يا ابني. فجه ربنا قال لي: طيب أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس، أنا هخلي معاك البركة. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هخلي معاك البركة، وريني هتعمل إيه في بلدك. نعم، إنها المخدرات. وانا بقول له يا رب، يا كريم، يا رب يعني بقول لك ايه، مش عايز مح. يا رب يا رب يا رب يا رب خذوا يا رب. وانا بقول له يا رب ظروفنا صعبة وحضرتك تساعدنا. مفيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقى موجودة، لأن المفروض إن رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها، حتى دينها. كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إن هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. يا نهار اسود ومنيل. نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين، وأصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. ده مش بس كده، ويقول إن كل ما دونهم على خطأ وهم فقط اللي صح. مش بيقول حتى يعني لا، ده حاجة غريبة جدا. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله والله. يعني الحق سبحانه وتعالى استدعى البشر وخلقهم عشان يجي حد يقتلهم، يؤمنوا بالله أو يقتلوهم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كمان يعذبهم عشان هم ما يؤمنوش. ده حاجة صعبة قوي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. انت كافر ولا ملحد بدينك ولا حكايتك ايه بالظبط؟
حسن الحظ ان السيسي متدين وصادق في اسلامه. يا غالي انت قول كلام غير ده. واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. بتقول ايه؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واحنا ان شاء الله مفسدين. انا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط. تحية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا ويدعو دائما إلى تفعيل ميثاق الأخلاق الذي تعلمناه من الإيمان بأديان السماء. يعني خلي بالك، عايزين احنا نعمل والحكومه وانتوا تساعدونا في ده يعني مع اهل بورسعيد يعني. لا انا عايزك قدامي. ده احمد علي جاذب جدا للستات. بالمناسبه النهارده في طابور ماراثون الماراثون اللي اتعمل الصبح، عارفه مين اللي حضر معايا الصبح؟ السيدات بس. ايوه ماما. خدوا فرصه يعني، خدوا فرصه يعني. خدوا فرصه. لا ما اقصدش. بس يا قلبوس. لا ما يصحش. لا لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. انا اقصد خدوا فرصه، بتموتوا في الكلام ده. فألف تحية للسيد الرئيس على هذا المنهج الذي يدعو فيه إلى أن نكون متخلقين بأخلاق صاحب المناسبة العاطرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده مش نقطة.